السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي صباحكم يا عالميين. طبعا سويعات معدودة ويعلن نصرنا العزيز إن شاء الله تعالى تأهله للمرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا عبر بوابة الأخوية القطري. ومن حسن حظ النصر بأنه سوف يقابل الفريق الهلالي وهو أسهل بكثير إن شاء الله تعالى من الفريق الإيراني، لا سيما وأن المباراة ستقام في الرياض. طبعا الحضور سوف يكون مجاني لهذا اليوم. سوف تفتح الأبواب الساعة 2 استاد الملك فهد الدولي الساعة 2 ظهرا. سوف يستأنف بيع التذاكر المجانية، طبعا ليس بيع وإنما توزيع تذاكر المجانية عبر منافذ البيع ومن خلال البوابة الثانية. طبعا جمهور الشمس لا يحتاج إلى دعوة، جمهور الشمس جمهور وفي، جمهور ذواق، جمهور يقف مع فريقه في أحنك الظروف، فما بالك في فريقه متوهج. طبعا اليوم سوف يقابل النصر فريق منافس وشرس، الأخوية القطري للتو حصل على بطولة، ولكن نجوم النصر قادرين بإذن الله تعالى على مواصلة المشوار. طبعا بالنسبة لإقامة المباراة في المغرب، تحدثت قبل ذلك بأن عدم ملامة إقامة المباريات في المغرب، فأرجو من لجنة المسابقات سواء القارية أو المحلية إعادة النظر في هذا الموضوع، خصوصا وأنها تفوت شعيرة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة جماعة مع الجماعة. نجوم النصر الصملة يا أبطال، فأنتم أهلا للثقة، أنتم أهلا للثقة ورجال مواقف، أسود، أنتم أسود وتحرث الملاعب. أمامكم عقبتين مهمتين يا نجوم النصر اليوم، وعقبة يوم الأحد المقبل أمام شقيقكم نادي الهلال. طبعا لا خيار إلا الفوز، لا تقبل العقبتين دي أنصاف الحدود، ليس أمامكم إلا الفوز بإذن الله لضمان الظفر باللقب الغالي وهو الدوري واللقب هذا للموسم الثاني على التوالي. النصر عناصريا وفنيا أفضل بكثير من خصميه سواء الهلال أو الأخوية القطري، ولكن حتما يبقى العامل الأساسي والمهم وهو التوفيق من الله عز وجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصركم. اللهم إني استودعتك نجوم النصر فاحفظهم من كيد المنافسين وأعين الحاسدين. اللهم إني استودعتك مرمى العرين النصراوي فاحرسه من الخصوم